اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم امير سلامه. والنهارده ان شاء الله هنعمل الميني بيتزا. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه نبتدي بالعجينه. معايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، وعندي هنا معلقتين كبار من السكر ومعلقه كبيره من الخميره. قلبت المواد الجافه مع بعض. احط معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الخل، وعليهم ميه دافيه. الميه الدافيه هنزل بقى بالتدريج، لان كل دي غير النوع التاني، ففي دي بياخد ميه كتير ودي بياخد اقل، فانت انزلي واحده واحده عشان ما ترجعيش تحتاجي لدقيق تاني. كده تمام. انا هفضل اعجن فيها لغايه ما تبقى طريه بالطريقه دي، طريه وما بتلزقش. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. اخدمي العجينه كويس جدا واعجنيها كويس جدا، سواء في العجان او على ايدك، لغايه ما تبقى بالقوام الحلو ده. وهركنها بقى تخمر معايا. هاجي هنا في طاسه على النار، هحط معلقتين كبار من الزيت، وهنزل كده بحوالي من ربع لنص كيلو من صدور الدجاج المخليه ومقطعاها مكعبات. لازم يكون الزيت معايا سخن كويس جدا عشان ما تنزلش ميتها. اول ما تاخد اللون الابيض ده هقلبها، اشوح فيها كده. لازم تكون النار عالية عشان ما تنزلش المية بتاعتها وتبقى جوسي وحلوة. هنزل هنا بفلفل الاسمر وبهارات الفراخ، نص معلقة صغيرة من كل حاجة، وهقلبها كويس جدا. وهحط هنا كمان الملح على حسب الرغبة، وحطيت كمان حوالي ربع معلقة صغيرة من الكمون. هقلب بقى كويس عشان الفراخ تاخد من طعم التوابل وتبقى طعمها حلو جدا. وانا هنا مجهزة معايا الخضار، بصلاية كبيرة وقرن شطة وطماطمية شايلة منها البذر ومقطعها مكعبات. هنزل بيهم كلهم كده مع بعض واقلب بقى كويس. كل شوية هديها تقليبة كده، بس ههدي النار بقى عشان تستوي معايا لغاية ما توصل بالشكل الحلو ده. طعمها حلو جدا، كمان لونها جميل، وكده تبقى استوت معايا. يلا بقى نشوف العجينة بتاعتنا. هنا كانت العجينة خلاص خمرت ما شاء الله اللهم بارك. هقسمها بقى نصين كده عشان احاول اقطعها كلها قد بعض، واقطعها كده بايدي. عايزة توزني على الميزان براحتك خالص. هكورها كده بالشكل ده واركنها على جنب، عشان عقبال ما اكور كله وارجع للكرة الاولى تكون ارتاحت معايا، ومش كل ما اجي افرد فيها تلم تاني. هنا خلاص انا كورت كل الكمية. عندي هنا بقى الفراخ اللي احنا عملناها جبنة مشكلة موتزاريلا وشيدر ورومي. هو بيبقى كيس جبنة مشكل كده. وعندي الصلصة، معلقتين كبار من الصلصة، وحط عليهم معلقة صغيرة من الزعتر ومعلقة صغيرة من الزيت، واقلب كويس جدا وبس كده. وانا طبعا كنت حابة اعمل بجبن بس، فعندي هنا حوالي مثلثين او 3 من الجبنة النستو، فقطعتها مكعبات صغيرة. هنا بقى عشان مفضلش افرد والم والكلام ده، انا حطيت الكرة ورحت ضغط عليها بطبق كده مدور، عمل لها القاعدة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. هخرمها كده بقى من الشوكة عشان ما تنتفخش قوي. وبعدين احط الحشو. عندي هنا الصلصة، هنزل بالصلصة بقى، سواء تعمليها في البيت او تشتري الصلصة اللي هي المعلبة، عادي اي حاجة. هفردها كده عليها كلها. يا جماعة اللي كانت بالجبن بس خطيرة خطيرة، جربوا كده تحط جبنة نستون وتحط عليها ميكس الجبن، كان طعمها تحفة جدا. حطيت الصلصة كمان، هنزل بالفراخ وهحط فوقها الجبن كده، هتبقى معايا بالشكل ده. يلا بقى نعمل اللي بالجبنة. شايفين؟ بأي طبق او كوباية او اي حاجة تعملي لها القعدة دي هتبقى حلوة جدا. شايفين؟ انا بحط كذا قطعة من الجبنة النستون كده، وهنزل عليها بالجبن الميكس الجبن، كان طعمها حلو جدا، جربوها. هدخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة على الرف الوسطاني، هتطلع معايا بالجمال ده. شايفين شكلها حلو جدا ولونها كمان حلو قوي. دي اللي بالجبن معايا اهي، هشة وطرية وتحفة، جربوها والله هتدعولي. يا ريت لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ويا ريت تدعولي دعوة حلوة من قلبكم وتشجعوني. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا ولونها حلو وطرية، والجبنة بتمط، وحاجة كده تحفة جدا جدا. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. شوفيها وقومي اعمليها على طول، مش هتكلفك كتير. واستنوني في وصفات جاية كتير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.